بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احلى اخوات واغلى متابعين. وحشتوني وبتوحشوني كتير. النهارده جايبه لكم فكره يا رب، او حاجه كده مع بعضينا، او حاجه كده يعني ايه من الهوا ممكن تجيبي منها قرش. يا رب نستفيد كده مع بعضينا والفيديو يعجبكم. وقبل ما نبدا الفيديو، وقبل ما اقول لكم على الفكره اللي عندي، وقبل ما اقول لكم على اللي انا عملته عشان تعملوا زي ان شاء الله وانتوا احسن مني بكتير واشطر مني بكتير، يا ريت ما تنسوش اختكم في لايك، كومنت حلو كده تجبروا بيه بخاطري، ربنا يجبر بخاطركم في الدنيا والاخره ان شاء الله. وقبل ما اقول لكم على الفكره، زي ما احنا متعودين مع بعضينا نقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تفرج بها همومنا وتفرج بها كروبنا وتفك بها ضيقتنا ان شاء الله. اذكروا الله يا حبايب قلبي وصلوا على رسول الله، لعل وعسى تكون ساعة استجابة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا اولا من ساعة ما طلعت ال10 جنيه دي والفقر جه، ما تزعلوش مني، ما تزعلوش مني. ال10 جنيه دي انا بكرهها جدا جدا، انا ما بحبهاش، بس للاسف باخدها غصب عنه. لما بلاقي فلوس ال10 القديمه بحبها جدا. ال10 القديمه، ال10 جنيه دي انا بقول عليها ايه؟ انا بقول عليها ال10 جنيه اللي احنا بنحط. في ناس بتجيبها بتحطها كانت في السبوع بس، يعني مش 10 جنيه حقيقيه، بلاستيك زي دي. بجد والله العظيم من ساعه ال10 جنيه دي ما طلعت والازمه زادت والفقر جه، ربنا يرحمنا ويعافينا واياكم يا رب العالمين. ما تنسوش حبايب قلبي تحطوا لي لايك، تكتبوا لي كومنت، وتذكروا فيه وتصلوا فيه على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. بصوا يا حبايب قلبي، دول كام؟ دول 35 جنيه. 35 جنيه دول هم من ايه؟ من ايه يا ام احمد؟ طب مال ال 35 جنيه دول؟ والله انا حبيت اقول لكم قبل ما اصرفهم، قبل ما اصرفهم انتوا عارفين يعني ايه. زي ما قلت كده بالظبط. بص ما خبيتش عليكم حاجه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. والله بحبكم، والله بحبكم في الله، والله اغلى اخوات واجمل متابعين، والله بحبكم في الله. يا ريت ما تنسونوش تعملوا لي لايك، يا رب يخليكم، وتكتبوا لي كومنت كده حلو. الكومنت لو شفت كومنت كده من ايديكم الحلوه بيفرح قلبي وبيبسطني وبيسعدني، وبحس ان انتوا ايه، بتستجيبوا معايا. ربنا يا رب يجعل الود موصول بيننا ما بينكم يا رب العالمين. بصوا حبايب قلبي، الاول ال 35 جنيه دول هم يعتبر اعزكم الله واعزكم الله من الزباله. من الزباله ال 35 جنيه دول ليه لقيتهم في الزباله؟ يعني لا مش للدرجه دي يعني. اولا يا حبايب قلبي، قبل ما اقول لكم ال 35 جنيه دول منين، عايزه اقول لكم ان ما تزعلوش على الازمات. ما تزعليش على ازمه. لو عملتي حاجه وغلطت فيها وقلت يا ريتني كنت عملت كذا بدل ما انا عملت كذا، ده انا خسرت كذا، لا ما تقوليش لو. اولا لو من عمل الشيطان، فما تقوليش لو خالص. ماشي حبيبه قلبي؟ تاني حاجه، الازمه اللي انت وقعتي فيها اتعلمي منها. احنا ما فيش حد بيتعلم من الحاجه الكويسه اللي هو بيعملها. بنبقى عاملين الحاجه كويسه وجوزك ولا اولادك ولا امك ولا ابوك ولا اي حد يعني يعرف ان انت عملت كذا، الله ما شاء الله عليك، ده انت عملت كذا، برافو عليكي، ده انت شاطره، ده انت وبنعد وبنبقى فرحانين عشان الناس بتمدح فينا وبتنفخ فينا. المهم فما بنركزش بقى ان انا اتعلم، لا. بنتعلم من ايه؟ بنتعلم من ايه؟ قول ايوه صح ايوه كده صح، ايوه بنتعلم من الاخطاء، بنتعلم من اخطائنا. الواحد لازم يغلط عشان يتعلم. لازم انت بتولعي لبنتك، هي لسه بتعلميها ازاي تخش المطبخ تلسع ايدها هي وبتحمر بطاطس او بتحمر فراخ، علشان خاطر تاني مره تخلي بالها، عشان المره اللي فاتت ايدي اتلسعت، المره دي خلي بالي. لكن لو عملت وعدت بسلام، لا ما انا عملت وعدت بسلام، هعمل زي المره اللي فاتت وخلاص. لو وقعتي انت وماشيه بصي في الارض، بصي في الارض عشان ايه؟ خلي بالك من الحفر اللي في الارض. قصه الكلام ده كله والحوارات دي كلها، يعني انت عايزه توصلي لايه؟ عايزه اوصل ان الازمه اللي الناس فيها والغلاء اللي بقى فاحش دلوقتي عامل زي النار اللي ماشيه في الهشيم، زي ما بيقولوا على فكره يا بنات انا صعيديه فما تستغربوش من لغتي، عامله زي النار اللي ماشيه في الهشيم، تستفيدي منها. يعني احنا انا واحده من ضمن الناس ما كنتش كده، ما كنتش موفره قوي كده، ما كنتش مدبره قوي كده، ما كنتش احافظ على، يعني ايه، الواحد بيحافظ على القرش الحمد لله بفضل ربنا، بس يعني ايه، كان في كماليات كده وفي رفاهيات وفي تفاهات كنا عايشين فيها. لكن لما جت الازمه وجه الغلا وجه الفرخه اللي كنا بنجيبها ب 25 جنيه الكيلو بتاعها وصل 110، لازم تحافظي، لازم تلمي، لازم تحط القرش ده تحت ضرسك كده وتعض عليه. ليه؟ بيقول لك ايه؟ القرش الابيض ينفع في ايه؟ صح؟
ايوه قولي ينفع في اليوم الاسود. صلوا على رسول الله واذكروا الله حبيب قلبي، اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فالقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، فلازم نحافظ على القرش. الازمه دي علمتنا ازاي نوفر. الازمه بتاعت الغلا والسوق تنزلي تلاقي الخضار حاجه فظيعه في الاسعار، الفراخ حاجه فظيعه في الاسعار، اللحمه بعد الشر يجعل كلامنا خفيف عليها، يجعل اللحمه دي بالذات يجعل كلامنا خفيف عليها. احنا ما بنجيبش سيرتها بحاجه وحشه لا سمح الله، دلوقتي بتتجاب كل شهرين مره، كل 40 يوم مره. اللحمه دي كنا كل اسبوع بنجيبها، كل خميس بنجيب لحمه، كل اثنين وثلاث بناكل فراخ، اثنين وثلاث. كنا بنجيب اللحمه ناكل فيها خميس وجمعه وسبت، كان سيستم حياتنا كده. الخميس نجيب لحمه، جمعه خميس وجمعه وسبت ناكل لحمه. يوم الاحد بنمشيه قرداحي، يوم الاثنين نجيب فراخ ناكل فيها اثنين وثلاث، يوم الاربع بنمشيه قرداحي. ده كان سيستم حياتنا. حتى العيال لحد دلوقتي والله العظيم، والله لحد دلوقتي احيانا بيصعبوا عليا وبزعل عليهم. يا ماما لما بعمل فراخ يوم واحد بس، واحيانا بجيب اجنحه، دلوقتي بقى كل شغل على الاجنحه ما اكذبش عليكم. يا ماما وبيحبوها الحمد لله بفضل ربنا بيحبوها. يا ماما لما اعمل مثلا اعمل يوم واحد، يا ماما وبكره النهارده في اكل، اقول لهم في اكل، وبعمل حاجه ثانيه جديده على حبه. النهارده عملت رز، ثاني يوم اعمل اكون مخليه شوربه واعمل حبه مكرونه. اعمل لهم حبه مكرونه، ولو عندي باميه ولا ملوخيه اسخنها، وحبه سلطه وحبه مخلل، لا بلاش سلطه وحبه مخلل. بعد ما ياكلوا ماما هو ما فيش فراخ؟ لا ما فيش. يا ماما يفضلوا بقى اللي تلوي بوزها وتقعد ولا تقول لك لا انا مش هاكل، ولا تقول له حته جوزي، والله العظيم حته جوزي، هو النهارده ما فيش فراخ؟ اقول له لا يا حاج النهارده ما فيش فراخ. قلت طب كنت عملت لنا شويه فول وخلاص. يعني بصوا العيل فعلا لما طلع لقى نفسه متعود على حاجه وفجاه يتحرم منها، هو طفل مش عارف. بس انت ايه يا حبيبي، طب الحاجه غاليه، هجيب لك منين، اكفيكم منين يومين؟ صعب دلوقتي ان انا اجيب يومين، صعب ان احنا نجيب زي الاول ونبقى زي الاول. وي اديكم شايفين اللي كنت الاول ال 100 جنيه كنت تجيبي منها فراخ وتجيبي منها خضار، والله بيزيد معاكي فلوس وبتشيليها. دلوقتي علشان تعملي غدوه انت واولادك، لو حبيتي بقى تجيبي فراخ، مش هقول لك لحمه، تجيبي فراخ وتعملي انت واولادك، والله العظيم بصي يعني مش هطلع في العالي واقول لك 500 و600، لا يا ستي 250 جنيه 250 جنيه لو هتجيبي وراك او هتجيبي فرخه. هتجيبي لك حته فرخه بال 200 جنيه وهتحاولي تمرمطي نفسك بال 50 جنيه. بطاطس، قوطه، فلفل بقى، ويبقى عندك اساسيات البيت. اساسيات البيت انا ما بتكلمش فيها، الرز موجود، الزيت موجود، السمنه موجوده، الشعريه موجوده، الخزين بتاع بيتك بيبقى موجود. يعني ال 250 اللي هتجيبي منهم رز ولا مكرونه، ده انت هتجيبي منهم كيلو قوطه، هتجيبي منهم كيلو بطاطس، هتجيبي مثلا خضره، هتجيبي كيلو فلفل، الحاجات البسيطه اللي المفروض انت عارفه تلاجتك ناقصه ايه هتجيبيها. فيا حبايب قلبي الازمه علمت الناس، الازمه والغلا علم الناس انها تبقى فايقه، انها تبقى مصحصحه، ان انا احافظ على القرش، ان انا احافظ على 10 جنيه، ان انا جوزي اداني 100 جنيه، ال 100 جنيه دي خدي 100 جنيه ست اللي اشتغلتي بيها مشي يومك بيها، هتحاولي تمشي يومك بيها. كنت الاول تاخدي ال 100 جنيه بالنسبه لنا كان زي 500 جنيه دلوقتي، اقسم بالله وكان فيها بركه، والله العظيم كان فيها بركه. دلوقتي انت بتاخدي ال 500 جنيه بتعملي اكل وشرب وما فيهم بركه. ربنا يعافينا من عنده ويرحمنا من عنده رحمه واسعه يا رب العالمين، لاجل الناس الغلابه. امال في ناس بسم الله ما شاء الله الازمه دي ما بتاثرش فيها، اللي معاها ملك واللي معاها قرش شايلاه واللي بيخش لها ايجارات واللي معاها بسم الله ما شاء الله مأجره محل، يعني ممكن الى حد ما مش هتاثر فيها زي الغلبان، زي اللي ساكن بالايجار، زي اللي عنده عيلين ثلاثه بيربيهم وموديهم مدارس ومطلوب منه دروس وكله على دماغ الست، كله على دماغ الست. انت خدي الفلوس دي اللي ربنا اداها له ومشي نفسك، انا هعملها اجيب لك منين؟ المهم عشان كده ال 30 جنيه انا كنت برمي ازازه الزيت، كنت برمي كيس الشامبو، ازازه الشامبو، كنت برمي بطرمان الجل بتاع الواد كنت برميه. دلوقتي ازازه الزيت الفاضيه ما برميهاش، ازازه البيبسي الفاضيه ما برميهاش، بطرمان الجل ما برميهوش. وهوري لكم الحاجات دي في فيديو، هوريها لكم إن الحاجات دي اللي انا بشيلها. كل حاجه لازم تشيليها، وكل حاجه لازم تدخريها، وكل حاجه لازم تعملي منها قرش. شايفين كرم؟ اوعي كرمه اوعي كرمه هتبهدل الفيديو كرمه. لازم تعملي منها قرش. بص على احمد هو اللي بيصفر، اللي هو بيصفر بصي. تعملي منها قرش. بصي يعني 35 جنيه من حاجات كانت هتترمي في الزباله هنجيب بيهم. يوم ما تغلبي تعالي يا كوكي من هنا، تعالي من هنا. يوم ما تغلبي مش هتعرفي تجيبي منهم، تعالي من هنا، لا تعالي كده يا كوكي. يوم ما تغلبي مش هتعرفي تجيبي منهم، هاتي يا ستي حاجه الغسيل بيهم، هاتي حاجه الغسيل بيهم، هاتي صابون، هاتي اي حاجه المفروض تاخدي منها فلوس
وتجيبيها، بدل ما انت تاخدي فلوس وتجيبيها اهي جات لك الفلوس من باب الله. تعالي تعالي بصوا كوكي، كوكي كوكو اللي انا مسميه القناه على اسمها. يا منوعات مين؟ منوعات كوكي. كلمي قولي لهم باي، قولي لهم باي، قولي لهم باي يا كوكي. كلمي قول لهم باي باي. اعملي لهم اديهم بوسه، يلا اديهم بوسه كبيره، اديهم بوسه كبيره. يا لهوي يا لهوي. بس كوكي عسل ازاي. يلا يا بنات، وايه حاولوا توفروا وحاولوا تظبطوا الدنيا معاكم. مفيش حاجه تترمي، لا ازازه زيت ولا ازازه شامبو ولا بطرمان جل، كل حاجه لازم تتشال، وكل حاجه دلوقتي التراب بيجيب فلوس. وحسن الختام، سلام.